هقول لكم عن ملاحظتين مهمين جدا عن البورسلين المستخدم في الحمام ده. شكل البورسلين ده منتشر جدا، في ناس كتير جدا بتحب شكل البورسلين القراره. هو احنا بنقول عليه قراره لان هو شبه الرخام القراره، تمام، اللي هو اللون الابيض اللي فيه عروق رمادي ده، تمام. بس احيانا ناس كتير جدا بتركبه، بعد ما تركبه تلاقي شكله وحش قوي غير ما هو شافه في الحقيقه في البلاطه، لان هو ما خدش في الاعتبارات شكل العروق. هو جاب بلاطه العروق فيها منتظمه، ظنا منه ان انتظام العروق ده ممكن يطلع شكله حلو، لكن هو في الحقيقه ما طلعش شكله حلو. كل ما كانت البلاطه كبيره وعروقها واسعه وبعيده عن بعضها بتطلع شكلها احسن بكتير، تمام. يبقى دي اول ملحوظه، ان احنا نجيب عروق عشوائيه والتركيب بتاعها مش هقول لك بيسلموا بعض، ده مستحيل طالما هي مش اوبن بوك، مفيش صنايعي هيعرف يخلي العروق تسلم بعضها، بس يكون متخذ في التركيب بتاعها شكل العروق. كل ما البلاطه كبرت وعروقها انتشرت بتطلع شكلها اشيك. كل ما العرق ده كان طام يعني خافت كده اكتر من كده كمان بيطلع شكله اشيك، ان اللون الابيض طاغي عليه شويه، تحس ان اللون الابيض ماشي فوقه كده وهو شافف من وراه. ساعتها ممكن تطلع البلاطه القراره دي شكلها وحش، شكلها حلو. بدون كده بتطلع شكلها فعلا سيء، كرهت ناس كتيره جدا فيها. احنا عملناها هنا في الحمام ده، حمام شيك جدا، حمام معيشه. طلع شكلها شيك مع البلاطه الرمادي دي اللي كسر الشكل الحمام بشكل كويس، ولونها هو نفس لون العرق الموجود في البلاطه نفسها. قولوا لي رايكم فيه. شكرا.